لو محتارين بقى كده نعمل ايه للغدا او للعشاء، عايزين حاجة سريعة وكمان طعمها حلو ويكون فيها جبنة كتير قوي كده، فالوصفة دي هي الحل المناسب. هنعمل كسدية اللحمة المفروم بأسهل طريقة ممكن تتخيلوها. حرفيا الوصفة مش هتاخد معانا اكتر من 10 دقايق 15 دقيقة وهتبقى جاهزة كلها. اول حاجة على النار هنجيب الطاسة بتاعتنا او الجريل اي مكان، وهنديله كده رشة من الزيت، وهنجيب بقى عيش التورتيه وننزل عليه بشوية جبنة موتزاريلا حلوين قوي كده. كل ما نكتر جبنة كل ما هتطلع معانا حلوة، هي من الاخر كده. كل ما هتكتروا الجبنة كل ما هتطلع معاكم شكلها بيشهي كده. هنوزع الجبنة على العيش تقريبا كله، وانا كان عندي لحمة مفرومة كده متعصجة، ضفت لها بس حبة كده من البقدونس وكمان كام حباية من الطماطم قطعتهم، بيدوا لون حلو كمان طعم حلو قوي مع اللحمة المفرومة، بتبقى خطيرة بجد. هنوزع الجبنة واللحمة كويس قوي على العيش، بس انا مش عايزاه يطلع لبره، انا عايزاه يوصل للحروف بس ما يبقاش طالع لبره، علشان لما اضغط عليه وهو بيستوي الحشو ما يطلعش من الساندوتش ويتحرق في الطاسة ويبقى مضايقني. لا لا لا، انا عايزاها تستوي تسوية مظبوطة، وعلى قد ما نقدر ما يقعش منها اي حاجة وتبقى مضايقانا وقت التسوية. انا كمان كان عندي شرايح من الهالوبينو حطيتها، ورشيت كمان رشة من الجبنة، بس المرة دي مش هحط كتير قوي، انا بس عايزة احط حبة صغيرين يمسكولي طبقة العيش اللي هحطها من فوق. هحط طبقة كمان من العيش فوق وهستنى عليها شوية لما تبتدي تاخد لون من تحت، فهقلبها على الناحية التانية. بس هنخلي بالنا واحنا بنقلب ان احنا ما نفكهاش من بعضها، هي لسه ممسكتش. طبعا لو طلع من الحشو اي حاجة بره بندخلها تاني بالراحة كده، عشان ما تطلعش بس بره وتتحرق وتضايقنا واحنا بنشتغل. فلا، احنا هندخلها بالراحة وهنضغط عليها تاني. هنضغط بقى على الفطيرة بتاعتنا كده بالراحة خالص علشان الجبنة تمسك الحاجات كلها في بعضها. هنفضل نقلبها كل تقريبا دقيقتين، نقلبها على الوش التاني بحيث ان الجبنة تاخد سخونة تسيح معانا، وفي نفس الوقت العيش ما يكونش بيتحرق. انا عايزاه ياخد لون ذهبي حلو بس في نفس الوقت ما يتحرقش مني، والجبنة كمان تاخد سخونية اللي هي عايزاها علشان تسيح معانا بشكل مظبوط. هنركز طول الوقت ان احنا نكون بنضغط عليها ضغطات بسيطة كده. اعتقد دلوقتي هي استوت معانا. هنفتحها بالراحة كده ونبص، شايفين الجبنة شكلها مغري ازاي، حلوة قوي، والريحة بقى مش قادرة اقول لكم كانت تجنن. بنطمن بس انه الجبنة ساحت كلها جوه الساندوتش او الفطيرة بتاعتنا. دلوقتي بقى هي خلاص جاهزة. شايفين شكلها قد ايه حلو قوي، وريحتها تجنن وطعمها خطير. اسرع اكلة بجد ممكن تتعمل، ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. ده احنا كمان ممكن نعملها لو باقي من عندنا شوية لحمة، لو عاملين رقاق او مكرونة مثلا بالبشاميل او اي حاجة وباقي عندنا شوية لحمة كده، احنا ممكن نستخدمهم تاني. ممكن تتعمل بالفراخ كمان، هتبقى حلوة قوي.